اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام، صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام، واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النقال والنكمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم زد لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع منحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور أثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها، وأسوة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع معامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في خلق أمره وحمد الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يدي، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عظيما، وغناك عنه قديم وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إنا عفوك عن ذنبي، وتجاوزك عن خطيئتي، وصفحك عن ظلمي، وسترك عن قبيح عملي، وحلمك عن كثير جرمي، عندما كان من خطئي وعمدي. أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك، الذي رزقتني من رحمتك، وأريتني من قدرتك، وعرفتني من إجابتك، فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستعنسا، لا خائفا ولا وجلا.
مدلا عليك فيما كسدت فيه إلي فإن أبطأ عني أتبت بجهلي علي ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور فلما أرى مولا كريما أصبر على عبد لعيم منك علي يارى إنك تدعوني فأولي عنه وتتهبب إلي فأتبغض إليه وتتودد إلي فلا أقبل منك أن لي تطول علي فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك فرحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإسباح ديان الدين رب العالمين الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول عناته في غضبه وهو قادر على ما يريد الحمد لله خالق الحق باسط الرزق فالق الإسباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى فقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى الحمد لله الذي ليس له منازع يعادل ولا شبيه يشاكل ولا زهير يعادد قهر بعزته العزة وتواضع لعظمته العظمى فبلغ بقدرته ما يشاء الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وأنا عاصي ويعظم نعمة علي فلا أجازي فكم من موهبة حنيئة قد آتاني وعزيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونكة قد أراني فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائل ولا يخيب عامل الحمد لله الذي يؤمن خائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويستع المستكبرين يهلك ملوكا ويستحلف آخرين والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الحاربين نكال الظالمين سريح المستصرخين موضع الحاجات الطالبين مؤتمد المؤمنين الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وأمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزى ويؤيم ولا يدعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير
اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وسفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأسقى وأنمى وأديب وأدهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتهننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسولك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم وصل على صديقة طاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين وصل على سبتير الرحمة وإمام الهدى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة قصيرة دائما اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والأدر المنتظى وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدوس يا رب العالمين اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفوا في الأرض كما استخلفت الذين من قبلك مكن له دينه الذي أرديته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا اللهم أعزه وأعزز بي وانصره وانتصر بي وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا اللهم أسهر بي دينا وسنة نبيه حتى لا يستحلفي بشيء من الحق مخافة أحد من الحق اللهم إنا نركب إليك في دولة الكريمة تؤذ بها الإسلام وأهله وتزل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيله وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما كسرنا عنه فبلغنا اللهم من به شعسنا واشأب به سدعنا وارتق به فقنا وكسر به قلتنا وأعزز به زلتنا وأقني به عائلنا وأقض به عن مكرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به أسرنا وبيد به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجه به تلبتنا
وأنجز به موائدنا واستجب به دعوتنا وآتنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وآتنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤول وأوسع المؤتي واشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنه إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة فتن بنا وتزاهر زمان علينا فصل على محمد وآله إنا على ذلك بفتح منك تؤجل وبدر تكشف ونصر تؤذ وسلطان حق تسهر ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم برحمتك في صالحين فأدخلنا وفي إليين فارفعنا وبكأس من عين سلسبيل فاسقنا ومن الهور العين برحمتك فزوجنا ومن الولدان المخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون فأخدمنا ومن ثمار الجنة ولحوم الطير فأطعمنا ومن ثياب السندس والحرير والاستبرق وألبسنا وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوفق لنا وصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا وبراءة من النار فاكتب لنا وفي جهنم فلا تغلنا وفي عذابك وهوانك فلا تبتلنا ومن الزقوم والدريء فلا تطعمنا ومع الشياطين فلا تجعلنا وفي النار على وجوهنا فلا تكببنا ومن ثياب النار وسرابيل الكتران فلا تلبسنا ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت فنجنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك أن تجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في الأمر الحكيم من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل
أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عن سيئاتهم وأن تجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري في خير وعافية وتوسع في رزقي وتجعلني ممن تنتصر بي لدينك ولا تستبدل بي غيري. اللهم صل على محمد وآل محمد.